اضحك الخلق الله ولو خاطرك شين، ما يضعف الرجال غير الشكاوي، دايم نرد الشين بالمنطقة الزين، حنا ورا هقوة بعيد الهقاوي. واللي شنوك الناس خلك حمر عين، وقف مثل وقفة بخيت العطاوي. ومساكم الله بالخير وشلونكم عساكم طيبين يا المطانيخ. يا سلام الله على الشعب الوفي سمح المحيا، بالقلوب اخوان شمات الهدى الاخوان نورا، والله إنا في الإمارات نتمنى والتريا، شعب سلمان الحقيقي زورنا ولا نزوره، مرحبا يا إخواني شمة، مرحبا والله وحيا، يا شعب مخلوق أجمل من وطن إلا شعوره، ما حدا علقكم بظرف الفتحية، واشهد إن شعب واحد كلنا أصل وصول، الله الله الحال واحد، الله الله شعب واحد، الله الله الحال واحد، الله الله شعب واحد، نحن وانتو شعب واحد، أصل واسلوب وحنية، نتحد في كل شور وسدد الله دوم شوره، حبنا وحد ثرانا والبيار قعد ثريا، ونتشرف في محبتكم ابويا اخوان نوره، ما عليكم زود يا عيال الوفي زايد وهيا، نرسم المستقبل المشرق وناخذ بعد وصوره، السعودي والامارات هنا ولا هنيا، مثلنا في والله جاتنا مزنة يا زين هزيناه، مرت علينا شطفتنا مزنة زانة يا ابو عويض. خفيفة وان شاء الله ترد ان شاء الله. اسمع هيه، الجو جو كروكي، يبغى لها اسمع كرك تمسك خط منه لين الشارق ومن الشارق العجمان، كرك ذبحك. العجمان ثم انا الديو. بدي اقول لك ناقة خالفة تحلب كرك فيه. انا دور لي، انا رجال بطني يختض كله كرك. كرك والله لو اسحب دم يطلع كرك. احبه يا الربع. ودني ابو عويض ابغى لي محل كرك، ودني كرك عجل يا ابو عويض. انا رجال مشتهي كرك عجل. جننت ابو عويض كل شوي كرك 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 لبك كرك لبك كرك لبك كرك لبك كرك. جننتها استرتب. يمكن اغلب المحلات حقت الكرك في دبي انا اللي اعرفها. والله النشي لا زاد عن حدين قلبوه. علامك وش دخلك يا اخوي؟ لا ترفع ضغطي يا ولد. ودني محل كرك، وش فيها؟ علمني فهمني. هذا جنان، هذا ما هو بكيف. الصبح كرك، الساعة 2 ظهر مع الحر كرك، المغرب كرك، في الليل كرك، الناس تغير شاي عصير طازج اي شيء، انت حتى لو تمرض نوديك المستشفى المغدية كرك. انت الحين اللي بيشرب انا جوي هو خاصة جو الساعة 2 الظهر مع القايلة تعطيها في الكرك محتر. طب اخذ لك سعن واعبيه كرك واحطه في اللوبي، وانت نازل اخذ لك كاسة وانت طالع. كاسة كرك؟ كاسة كرك. والله ممتازة هذه، ممتازة هذه الفكرة ممتازة. أنا موافق 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 موافق.
كذا بندر الحقني فكاده بندر الحقني حرام قراد الله ياخذ عقل شوف وجهك يحسب انه برا بيرضع. والله يا ابو عويض بعد التعب هذا كله والتصوير يبالي شويه سبا ريلاكس. تكفى يا عيوني، تكفى يا قلبي، انت اباك تدبرني. انا رجال اتعب في التصوير يا الربع، يتعب التصوير ترى، لا تحسبون عادي، ترى اتعب بعض الاحيان من قوه التصوير والتعب، اجلس ارتاح شوي بعدين اكمل. عرفتوا؟ تكفى يا ابو عويض، تكفى يا دراع الدين. لا تقول تكفى عشان مساجد، اصلا انا ما ادري اللي يمسجك وش يلقى فيك. هذا مو جلد، كم غير تمسج الخشم الحاضر ممكن. استغفر الله، معليش يا متابعين، انا وياكم شيء واحد، معليش. المتابعين يزعلون عليك يا بندر، انتبه. ترى متابعين يحبوني ويحبهم، انتبه. ترى ما لا تزعلني، لا تزعلني، قل خشمك سلة سيف لو سمحت، قلها. شفت متابعينك؟ ان شاء الله انهم للجنه، لانهم تعذبوا في الدنيا هذه. بندر انت تطقطق علي صح؟ ها بنشوف ردود المتابعين، حلو؟ شوف يطقطقون علي ولا يطقطقون عليك، حلو؟ خلاص؟ تنزلها شرط. انزلها باخذ مجموعه اللي اقدر عليه لان العدد كبير بالحيل، عرفت؟ فباخذ مجموعه بسيطه، حلو؟ تم. ها؟ تم. خلاص تم، توكلنا على الله. بحط صوره علقوا يا الربع. هذا واضح انه بكاش كبير. هذا متابع ركبنجي، تعرفون ركبنجي ولا تصدق كله يلتدون. وش يقول؟ هذا وش يبه هذا وش يبه؟ بيحطم المعنويات، بفهم وش يبه هذا خلاص خربها خربها يا اخي. الواحد تعطي طاقه ايجابيه، هذا يجيك يعطيك طاقه سلبيه. هذا والله متابع منتهي. متابع ايش يقول؟ كلكم شواكيش، قل ارسل صورتك ولا نحطها. ارسل صورتك، والله الظاهر انك خس منه. ايوه شوفوا الناس اللي تعطي طاقه ايجابيه، ابو حلا والله ونعم 70 نعم. بس لو كتبت تحت شيخ شمل سناب شات بدون ختم كان كملتها يا ابو حلا، جبتها على راس الحبه. سعيد اخو مبارك، ها هذا جاينا، والله لا يبارك في ابليسك يا ابو حبيد. نكبتنا وتضحك زين وجهك، ها بقس اعطيك. الفرق كبير جدا. الاحلى انت يا ابو فهد. شكرا يا عم ناصر، والله ما ادري نظرك 6 على 6 ولا لا، والله الله يستر بس. ها شكرا عم محمد، شكرا يعطيك العافيه حبيبي. ايوه كذا المتابعين، ايوه خلوكم قدام. انا اصلا اي واحد يضيفني افصل الريوس عنده عشان ما يطقطق علي، يكون معنا قدام. تخيل اني منتج انا، تخيل يا متابعين اني منتج انا، تشتروني انتم، تشتروني، ترفعون الشاشه تطلبون، وبعد وجيكم مع شركات الشحن مغلف في البكجنه، تفك القرطاس حقي وتعطر بي انا تمسكني كذا وتعطر بي. ها تشتروني انا، ما علي ضمان ذهبي، بس بندر بيجي مع ضمان ذهبي عشان اذا ما عجبتك الريحه ترجع. استغفر الله، معليش يا ابو عويض، معليش. سوري ايام سوري ماي فريند، ايام سوري. شوف الطاقه الايجابيه، شوفوا طاقه ايجابيه. اجمل مشهور شفته في حياتي، مع اني ما داني كلمه مشهور. انا اخوكم فكوني من كلمه مشهور هذه. انا اخوكم، واكيد انك شيخ شمل سناب شات. ها شفت يا ابو عويض؟ تفرج في الطاقه الايجابيه من المتابعين الحلوين. وصلنا روتانا ستار لتأجير السيارات في دبي. هالشركة اللي على مستوى العالم والوطن العربي من أكبر الشركات تأجيرا للسيارات الفارهة والمتوسطة والعادية. خلوني أنا وياكم ندخل رئيس مجلس الإدارة ونشوف سوا المفاجأة اليوم. مشين قبل لا أوريكم رئيس مجلس إدارة روتانا ستار لتأجير السيارات اللي بسميها العالمية. أقول لكم إنه هالموظفين الطيبين اللي تشوفونهم يخدمونكم على مدار 24 ساعة في دبي. يعني تنزل في المطار حيخدمك من وإلى. أحلى ما فيهم إنهم يخدمون العميل بشكل سريع. حلو. وش رايكم؟ حنا شفنا بشكل سريع ندخل على الرئيس مجلس الإدارة حبيبنا محمد. والله هذا الرجال بدوي، بقول لكم أول شيء. ثاني شيء ما راح يجي عند الرجال هذا شخص سواء رجل أو مرأة ويزعل في دبي. هذا الرجل قاعد يخدم الجميع، واليوم عند الصدمة.
وش تقول للمتابعين؟ كمل انا وياك. حياكم الله، ونقول حي الله ابو فهد من زمان عنه عن الوجه الطيب، واللي ماله قديم ماله جديد. ابو فهد من الاخوان المؤسسين معنا وشريك نجاح ومن الناس الطيبه، وانتم الخير والبركه من بعد رب العالمين. بعد الله يعني دائما الفضل لرب العالمين، ثم للناس الطيبه اللي مثلكم وشرواكم اللي على طول كانوا ثقتهم عاليه بروتانا ستار، وخلتنا انه احنا نكون على مستوى خدماتهم ونطور على مدار السنين السابقه، وان شاء الله الجاي افضل والقادم افضل. يا محمد، اعرف انه روتانا ستار رقم 1 في العالم في تأجير السيارات الفارهة بفضل الله عز وجل. طبعا هذه خلاص قفله، بعد هذه قفلوها، انتهى. روتانا ستار لتأجير السيارات في دبي شال عنكم اللي كنتم من اول شايلين همه. شوفوا بس السيارات، تيجي راضي وتطلع راضي، تيجي راضي وتطلع راضي مرة. تعالوا خذ السيارة اللي انت تبيها وعيش جوك وانبسط واستانس بأحلى سيارات فارهة. السيارة اللي في بالك بتلقاها عند روتانا ستار لتأجير السيارات في دبي. ما شاء الله على السيارات، سيارات فخمة وخدمة، وش تبون غير هالربع؟ خلصنا من قسم السيارات الفارهة عند روتانا ستار لتأجير السيارات في دبي. الآن حنا في القسم الثاني اللي هو السيارات العائلية والمتوسطة والعادية. أنت مخدوم في المطار، ترى تنزل في المطار تاخذ سيارتك، ترجع المطار تنزلها وتركب طيارتك وتروح. روتانا ستار لتأجير السيارات في دبي. شوفوا بس، يكفيكم اللوحة الدعائية. شوفوا كبرها، شوف لين وين. شوف جميع أنواع السيارات بتلقاها عنده وبأسعار مغرية. يقول حنا يا أبو فهد بنصدم متابعينك بالأسعار اللي بنعطيهم إياها. روتانا ستار لتأجير السيارات. هذه المواقف الثانية حقت السيارات العادية، مقابل فندق كمبانسكي على طريق الشيخ زايد والإمارات مول. هذا الإمارات مول شايفينه مقابل له على طول، حتلقى روتانا ستار لتأجير السيارات في دبي. وجبت لكم هالرجال الطيب. طبعا حياك الله انتم المتابعين. هذا احد المواقف تبعنا اللي موجود فيه السيارات المتوسطة والعائلية. انا فوقا على هذا راح اعطيكم افضل الاسعار المنافسة اللي ما تحصلها بدبي كلها، وراح احط لكم رقمي لحالة واحدة. طبعا انا بتمنى اسمع صوت الجميع، بس في حال الرجال اللي بخدمتك البياع او الايجنت ما اعطاك السعر اللي بدك اياه والخدمة اللي بدك اياها بتتصل لي، يعني اعتبرني رقم شكاوي على الاسعار. قل لي هذا الرجال ما اعطاني السعر اللي طلبته، وعلى خشمي اني اضبط الجميع. وطبعا بنوصل جميع انواع السيارات بدبي مجانا للمطار للفندق وللبيت، وين ما حبيت تاخذ سيارتك تجي لين عندك. وقبل ما تجي لعندك طبعا بتكون مغسله، يغسلونها لك، ينظفونها، يرتبونها ويعطوك اياها. تجيك فل بنزين بعدين توصل لعندك. واي ملاحظه عليها انا اخوكم الصغير بخدمتكم على مدار الساعه. يعني يقول لكم محمد، يعني اذا ما خدمك الموظف انا بخدمك، تم، ما تطلع من عندي الا راضي. يقول بس يعني جيت انت قال لك الموظف ب1000 درهم، قلت له لا انا بدي السياره ب900 مثلا، ما اعطاك اياها، قول له انا بفرجك، تتصل علي وانا اجيب لك ال900 وال800. بيض الله وجهك، عزك على اي سياره بدك اياها. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. يا الربع ترى هذا ولا شيء اللي شفتوه من سيارات روتانا ستار لتأجير السيارات في دبي. شوفوا حتى الرنجات الجديده، شوف الرنجات، الفوج، الديفندر الاربع ابواب، الديفندر الاس في، المرسيدس السي ال اي، الاس ال اس، الاس في ار، الاودي، اي شيء تبغيه. كلك ما في سياره تطري على بالك الا تلقونها عند الرجال هذا باذن الله. والرجال هذا يقول انا يا ابو فهد قبل لا اصور، يقول انا بخدم الناس، ابى اكسب ناس، وهو صادق. فيقول العميل ما راح يطلع من عندي الا مبسوط 100%. ما عليه غير ترسل لنا واحنا بالخدمه على مدار الساعه، ولو حد قصر معك بشيء انا اللي بكمله. سمعت ضرب صدره، تمام، ضرب صدره هالرجال يا الربع عنده ما شاء الله. هذا وشه، اسمع الصوت ما شاء الله. تعال ابو حميد، ابو حميد هذا لامبورجيني ولا ويش؟ هذا ديفندر في 8 حصرا بروتانا ستار اس في. هذا الصوت ما بيجي غير على الاس في اللي مو متوفر بالسوق، طالبينه اوردر 6 شهور ليكون حصري بروتانا ستار.
طيب بسألك سؤال معلش يا ابو حميد. تفضل. بالنسبة للناس اللي يعني يتقروشون من التأمين من الاشياء هذه، عرفت في ناس يقول لك انا باخذ السيارة واذا جاء شيء ما عليه الامور طيبة. ابشر بعزك انت وياهم. روتانا ستار اعلنت وقف تأمين المخالفات، لا عاد بدي صرافة، لا عاد بدي فيزا، لا عاد بدي كريدت كارد، لا ابغي 1500 ولا 5000 ولا 3000. تيجي بتحط رسوم بسيطة لا تذكر 200 300 درهم او اقل حسب نوع السيارة والفترة اللي بدك اياها، بتشيل سيارتك وروح. وبيننا وبينك لو جبت مخالفة ولا شيء نتصل لك تليفون تحول لنا اياها. اهم شيء نحن المصداقية بيننا وبين العميل، مثل ما العميل عم يثق فينا وبياخذ سيارتنا، احنا لازم نثق فيه ونعطيه سيارتنا بدون تأمين مخالفات، ولا نقروشوا ورجعت وما رجعت وبنك وراح واجا. تعال ادفع لك 200 درهم رسوم كاش وروح، لا يحتاج لا فيزا ولا 3000 ولا 5000. هذه المفاجأة اللي قدمتها روتانا ستار. هاي مفاجأة روتانا ستار لعودة ابو فهد الغالي ومتابعينه وتوقيع عقد ال3 سنوات كترحيب فيهم. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك يا محمد انت وبرايد، بيض الله وجهكم. الان يعني الناس ما عاد تشيل هم التأمين. لا ما عاد في لا 2000 ولا 3 ولا 5 ولا شيء ولا شيء. يزقنك يا محمد بيض. ولا ابغي صرافة ولا فيزا، كاش شو عندك دراهمك تقبل ولا مروح. بس بس بيض الله وجيهكم. عز الله يوم قال ابو رايد في مفاجأة، عز الله انكم بيضتوا وجيهنا. حبيبي. اللي كانوا الناس شايلين همه شلتوه. الحمد لله بفضل الله عز وجل. طبعا بنبلش بالفراري البوروسانجوي 2024، اول وحده بعالم تأجير السيارات بدبي. اول وحده بعالم تأجير السيارات. عندنا اللامبورغيني اورس طبعا بكل الوانه والموديلات الجديده 22 23 24 كلها طبعا باللوحات المميزه. البنتليات البنتياغا موديل 2024 متوفره بجميع الالوان وبجميع الاوبشنز والتان وكل المتفاصلات. هنا عندك جي ال اس مايباخ، وتميزنا الحمد لله اخذنا كميه جي 4 باي 4 2024 بعده الوان ابيض اسود سيلفر. وانت كمان مثل ما انت عارف السيارات الرياضيه السبورت الكورفت بجميع الوانها ومقاساتها والكشف الاوتوماتيك والمانوال. الاودي ار 8 الاخر الاصدار 2024 الفي 10 بلس، فراري اف 8 سبايدر واف 8 كوب بالوانها، جميع انواع اللامبورغيني والفراري، الروز رايس كامل من جوست لسبكتر لكولينن لمنصوري متوفر مثل ما بتعرف بروتانا ستار، بالاضافه للرانج روفر. وعندنا هون جميع انواع البنتليات اللي هي 2024 الفلاينج سبير للجي تي للجي تي سي الكشف، جميع الانواع بالالوان الداخليه المختلفه، الروز رايز الكولينن كامل بالمنصوري بالجوست بالدون بالريث، بالاضافه لجميع انواع السيارات العائليه الفخمه المتوسطه الرياضيه الاقتصاديه. يعني موجود. محمد انا اقول روتانا ستار لتأجير السيارات رقم واحد بالعالم باذن الله عز وجل. قبل لا نقص التورته يا محمد، نعم شوف تفرج في الناس اللي تدلع، تفرج في الناس اللي تعطيك تورته. تستاهل الطيب. خلاص لا تنكبنا والله تستاهل. بنقص التورته. بيض الله وجهك يا ابو حميد، بيض الله وجهك. الله يا روتانا ستار، الله يا روتانا ستار، روتانا ستار. حبيبي يا ابو فهد، الله يعطيكم العافيه يا شيخ، والله انتم كذا.